سيبك من بوشكاش وسيبك من خالتك وطمنيني، انت اخبارك عامله ايه؟ انا في حاجه ياما كنت عايزه اقول لك عليها. قولي. انا حامل من مختار. حامل من مختار؟ بقول لك ايه، احنا هننزله. هننزله وربنا يسامحنا، ولا من شاف ولا من دري. رجب لو عرف هيقتلك، هبقى في قدك. لا، انا لا هنزله ولا رجب هيقتلني، عشان انا خلاص عرفت انا هعمل ايه. الواد ده هيبقى ابن رجب. انا بعت له رساله، قلت له مبروك يا حاج، انا حامل. وشافها؟ اه اجهزي لقبرك يا بنت بطني. رجب الجريتلي عقيم، ما بيخلفش. بيتصل ياما. ما ترديش، ما ترديش، ما ترديش، ما ترديش. مش هرد. تسمعيش الكلام يا قشقش، ادي عكت على دماغي. وانا كنت اعرف منين يا صفاء انه ما بيخلفش؟ كنت سألتينا، خدتي رأينا. كل حاجة بتعمليها بدماغك وما بتدخلناش غير لما تتعب. والنبي يا خالتي انا مش ناقصاكي، عندك كلمه تفيد قوليها، ما عندكيش اسكتي. اهربي، روحي استخبي عند ابوكي. لا، عند ابوكي هيعرف يجيبك. اهربي استخبي في اي محافظه، ما تخليش حد يشوفك. يا سلام، وكده يعني اللي مش هيعرف يوصل لها؟ خلاص احنا نروح له، نقول له سيبنا في حالنا، مالكش دعوه بينا، احنا وحشين يا سيدي، مالكش دعوه بينا. برضك مش هيسكت، هيحس كده ان هو خد على قفاه. لازم حل تاني. ما تفكري يا قشش، انت واقفه ساكته ليه؟ ساكتة عشان ما فيش حل يا صفاء، عشان خلاص غرقت وماتت واتدفنت. أهلها بس من عشمهم بيحاولوا يصحوها تاني. حقك عليا يا أمه، كان عندك حق في كل اللي قلتيه. على ايه؟ رجب الجريتلي لازم يتقلب. وانت ايه اللي غيرك؟ ايه اللي صحاك فجأة كده من النومة الطويلة اللي كنت فيها؟ ده انت كنت بتنام تتقلب وعايش لي في دور الابن البر بجوز الأم. شفتش يا أمه كان بيتكلم معايا ازاي؟ الراجل غالي، مش شايف حاجة غير قشقش معمي. قريب أوي انت هتتطلقي وكلنا هنترمي في الشارع. وفي الحالة دي بقى نعمل ايه يا مختار؟ ايه؟ ما نعاديش الكل ونصلح فرج ونحب بنته. إلا بالمناسبة، دخلت عليها ولا لسه؟ اتنيلت امبارح. حلو، تبقى تتنيل النهارده وبكره وبعده وتاخدها وتروحوا تزوروا فرج. لو رحت له هيطردنا. كفاياك شرف المحاولة. ايه؟
بسم الله. مبروك يا ايشش. الله يبارك فيك يا حاج. ما تسمعينا زغروطه اخلاص. بلاش عشان الحسد يا رجب. لو في حاجه اسمها حسد ما كانش اي صاحب نعمه عاش. زغرات يا كابوريا، زغرات ما تقلقيش. سبحانك يا رب. عمرك تخيلت يا كابوريا ان حفيدك يبقى ابني؟ ده بين ربنا بقى. ونعم بالله، قادر على كل شيء. انا كنت لسه بقول لإيش يعني يا رجب لما يعرف ان هو هجيله عيل وهو في السن ده هيزعل. قالت لي بس ياما اسكتي، بلاش جهل بقى، ده هيفرح قوي. بنتك عندها حق، ده الواد اللي بستناه من الدنيا، وفرحتي هتبقى زيادة بيه حبتين عشان ابن ايشش يوصل بس بالسلامة ويتربى في عزك الشو ان شاء الله. وفي عزك يا حاج. يلا بينا نروح بقى ست البنات. لا هو ايه اللي لا؟ خالتي ما تقصدش، هي قصدها يعني نسيبها معانا النهارده او نفرح بيها. لا، فرحة زي دي تبقى مع جوزها، هو أولى. مش كده ولا ايه يا شيش؟ عندك العيب يا حاج. يلا بينا بقى. هدخل بس اجيب حاجتي. هاتي حاجتك. الحمد لله على كل شيء. ألف حمد وشكر يا رب. تعالي يا ست البنات، تعالي. من النهارده بقى راحة تامة، مش عايزك تتحركي من على السرير. اجي معاكو، ابات معاكو كام يوم يعني، عشان هي لو احتاجت حاجه اعملها لها. أنا موجود يا كابوريا، ده أنا أخدمها برموش عينيا. تسلم يا حاج. يلا بينا يا حبيبتي.